تفتكر لو رحت لمجموعة من الناس وعرضت عليهم إن هم يشتروا علشان يجربوا مشروب جديد، هل هيوافقوا؟ طب لو قعدت تبعت لهم رسايل وتنزل بوستس تتكلم فيه إن والله المشروب ده حلو، جربوه، هل هيهتموا ويقتنعوا؟ بنسبة كبيرة لا. طب بقى لو جبت انفلونسرز وابتديت تصور المشروب بشكل حلو قوي باختصار تحطه في اطار معين، هل محتاج وقتها تقول لهم اشتروا؟ وقتها الناس هي اللي هتجري عليك علشان تشتري المنتج بتاعك، علشان وقتها انت هتكون دخلته في اطار وابتديت كمان تلعب على لعبة الانفلونسرز ومن خلال الشوتنج تبين لهم ان الناس بتستخدم المنتج ده، فهيحبوا ان هم يجربوه يكونوا جزء من التجربة. وده باختصار جزء من العرض والطلب. علشان تنزل منتج السوق لازم الأول يكون عليه طلب، أو على الأقل تكون عارف هتخلق الطلب ده ازاي. لأن انت لو نزلت بمنتج الناس مش محتاجاه أو مش متعودة عليه أو حاجة جديدة وفاكر ان الناس هتجري وراك علشان تشتريه منك، وقتها انت غلطان. انت لازم تعرض منتج الناس فعلا عايزة تشتريه، او تبتدي ان انت تلعب من خلال الماركتنج وتحطه داخل اطار علشان يبقى عليه اصلا طلب.